نهاركم سعيد حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضر مع بعضنا المهلبية السورية، أكلة كتير معروفة وطيبة وبحبوها الناس كلها. هلا راح نحضرها مع بعضنا، ولا تنسوا اللايك وعلى الفيديو والاشتراك، واذا انتم منكم مشتركين واهلا وسهلا فيكم. هلا على البارد راح اضيف لتر حليب، يفضل يكون الحليب بارد. راح اضيف معه 3 معالق نشا كبار معرمين، وببقى هيك بحركهم مع بعض على البارد. احرك كتير منيح حتى يذوب النشا. والله راح اشغل النار عليه على درجة وسط، ما لازم اعلي النار عليه حتى ما يحترق الحليب. راح اضل احرك الحليب حتى لا يصير فيه تكتلات، وحتى يسمك الحليب مثل ما نكون شايفين. هذا بعد ما راحت منه طعمة النشا راح اضيف السكر، كباية سكر. الحلاوة حسب الرغبة. هيك يستمر بالتحريك. نكمل السكر. هلا عندي هون معلقة مستكة راح اضيفها. فيكم تحطوا معه فانيليا. بعد 25 دقيقة من الغليان استوت، صارت جاهزة. في هون ملاحظة أثناء التحريك، ما لازم أنزل المعلقة لأسفل الطنجرة وأحطها، لأني راح يصير في طبقة بسيطة تعلق بالطنجرة. ما شايفين هيك صارت سميكة منيحة. هلا أطفي عليها، خلصت. مثل ما نكون شايفين هاي السماكة لازم تكون للمهلبية. بالسلام، ما فيها تكتلات، سماكتها كتير مظبوطة. مثل ما تكون شايفين هلا حضرتها، حطيتها بالصحون وبعيفها برا بحرارة الغرفة، بعدين بدخلها على البراد وبزينها بالفستق أو بالجوز الهند مثل ما ترغبوا.